اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا وسهلا بكم في قناتي بيتك احلى مع شيمو. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو جولة في الريسبشن بعد استخدامي ليه بعد 6 شهور. انا بقالي 6 شهور عامله الريسبشن وبستخدم بقى فيه وكده، بس حبيت اشوف ايه الاخطاء اللي انا وقعت فيها، هل في عيوب انا عملتها. لان انا اخترت كل حاجه فيه واخترت كل التفاصيل، يعني بناء على كل المراحل اللي انا عديت بيها قبل كده. فالنهارده ان شاء الله هقول لكم على الحاجات اللي انا وقعت فيها وايه الحاجات الكويسه. انا كمان كنت عامله فيديو بكل المشتريات اللي اشتريتها للريسبشن من فتره كبيره جدا، هتلاقوه موجود على القناه، يعني السجاد، الستاير، القماش، كل حاجه. تمام. اول حاجه كده، الريسبشن ده كان مفتوح على الصاله، بس انا قفلته هنا بجدار خشبي. ده جدار خشبي عادي، مش مبني. ده جوه خشب اللي هو محمل شويه، وبعدين محطوط عليه من بره اللي هي الالواح العاديه ديت، اللي هي الخفيفه جدا، بس مدهون بيج زي ما انتوا شايفين. والجزء اللي فوق ده عشان خاطر بيتعمل ليزر، ما يعني ما بيجيش منه غير اللون الابيض والبني. وانا صراحه كان ده بني، بس انا دهنته لان حسيته مغمق المكان شويه، بس معرفتش ان انا ادهن اللي فوق لانه مفرغ، فقلت هيبقى صعب معايا وممكن يتبهدل. تمام. بعد كده اول بقى ما ندخل الريسبشن كده، المفروض ان هي ركنه حرف ال بالشكل ده. ودي كده الستاير. اول حاجه كده الركن هنا حرف ال، انا عملت فيها سرير، يعني في الشتاء شويه احنا قعدتنا اكترها هنا والتلفزيون، فنبقى قاعدين كده ايه، يعني مرتاحين، وفي نفس الوقت لو في ضيف وعايز ينام، برضو لو عايزين في الصيف يعني حد ينام عليها. فهي فكرة السرير عموما حلوة مش وحشة وعملية جدا وكويسة، بس اهم حاجة تتأكدي من المكنة اللي هو بيركبها لك، لان المكنة اللي بيركبها لو مكنة مش نظيفة هتبوظ معاكي بسرعة، ودي اصلا بتكون غالية. يعني انا لما كنت عاملاها كانت في حدود 1000 جنيه متهيألي المكنة، او يعني بتبقى غالية شوية، فلازم تتأكدي من متانتها وان هي كويسة، يعني يكون حد امين. هي المكنه اللي عندي ما شاء الله كويسه، وانا عاملاها اصلا قبل كده في الاوضه جوه، فمتاكده منها يعني. تمام. بعد كده بقى هنا انا ما عملتش هنا دراع او حاجه تستند عليها، لان هي كده هتبقى مضيقه المكان، لان هي الدخله صغيره. المفروض ان انا هنا هعمل اي ستاره او برفان عشان خاطر يبقى فاصل ما بين هنا وهنا، لو في هنا حد وهنا حد. بس هنا الستاره صعبه جدا لان هنا مفيش كمر يتعمل عليها، فكره الستاره صعبه ومش لاقي لها اي حل. يعني لو في اي حد عنده اي فكره، هيبصوا بالشكل ده. هنا هيبقى صعب ان انا اعلق، هحط فين؟ وهنا هنا ممكن احطها في الخشب، طب هنا هحطها فين؟ الماسوره هتيجي بعوجه، وهنا اصلا هي بزاويه. ففكرت في فكره البرافان اللي هو بيتلم وبيتفرد، ان انا اعمله هنا في الجزء ده كده، وهيبقى بارتفاع معين عشان خاطر ما فيش حد يبقى كاشف في الجزء التاني. بس صراحه مش هعمله دلوقتي لانه هو مكلف شويه. تمام. بعد كده بقى اول ما بندخل كده، هي الركنه دي كده عملتها هنا طبعا عملت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. القماش اللي انا مستخدماه ده قماش جلد مقلوب، اللي هو يعني انا جربته كده، دي تالت مرة اجربه. كويس جدا، عملي، نظيف، ما بشتكيش منه من اي حاجة. يعني حتى لو الركنة اتكب عليها حاجة او اتبهدلت، على طول بقماشة ومية بمسحها بتبقى كويسة جدا. تمام. بعد كده هنا بقى الجزء بتاع السرير. انا عملت الظهر خطوط زي ما انتوا شايفين كده، وهنا مفروض ان دي الغلطة اللي انا وقعت فيها، ان انا طلبت منه ان هو يعملها لي كسر بالشكل ده. في قماش بيجي متخيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لكن اللي موجود ده معمول على المكنة. فايه اللي حصل؟ طالما معمول على المكنة، بصوا بدأ ان هو يفك. طبعا لما هيفك واحدة، انا ما بشدش الخيط، هو اصلا بيفك لوحده. طبعا لما واحدة وواحدة تفك، القماش هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ زي ما انتوا شايفين كده يترخي. فدي النتيجة، الغلطة اللي انا وقعت فيها. طبعا انا كان نفسي ان انا اعمله الشكل ده، وقلت هيبقى حلو كده، بس للأسف ان انا خليته عمله على المكنة. هو طبعا ملوش ذنب، هو يعني المفروض ان انا اللي اخترته، بس ما كنتش اعرف ان هو هيفك. انا كنت فاكره ان هو هيبقى متين وكويس وتمام ومش هيفك خالص. فكره انه يفك دي ما جاتش في دماغي ابدا يعني. لكن في قماش، لو انت عايزه التضليعه دي بالشكل ده، بيبقى في قماش اصلا بيجي معمول بالشكل ده كده.
تمام. انا اخترتها اللونين مع بعض، عملت اللون الجملي في النبيتي، وعملت بقى الكوشن نبيتي في جملي في كشمير، عشان خاطر انا عندي هنا الستاير كشمير، بصوا، وعندي السجاد بقى كشمير في ابيض يعني متداخل. الترابيزه بقى برضو عملتها نبيتي، وهي بتكون بعجل عشان خاطر الحركه، يعني لو في حد او كده بشيل بقى الحاجات دي بحطها على ترابيزه تانية بتبقى بتتحرك عادي عشان خاطر يتحط عليها الحاجات. الستاره قطيفه. انا كنت عامله جوله يعني كنت عامله فيديو عن كل الحاجات اللي انا شارياها. خامه الجلد المقلوب جميله جدا ونظيفه، وانصح اي حد ان هو يعملها. يعني الافضل ان انت لما تيجي تعملي ركنه بلاش تعملي فيها تفاصيل كتير عشان ما يبقاش فيها دوشه، وفي نفس الوقت ما يعني ايه، لو حاجه ما جربتهاش او ما عندكيش فكره عنها بلاش تعمليها عشان ما تقعيش في الغلطه دي. طبعا هو السفنج هنا اتحرك، فهو يعني الراجل اللي انا بتعامل معاه ربنا يبارك له قال لي ده تبعي، لان هي ما كملتش فتره قليله وباظت، فدي تبعه هو، هي اتفكت من مكانها، فهو هيجي ياخدها، وهنبدا ان احنا نفك القماش ونعمل السفنج نثبته، وبعد كده هنرجع بقى. وانا هلغي موضوع الخياطة ده خالص، مش هخليها، هلغيها. فطبعا يا اما القماش الجملي لو موجود هنعمل نفس اللون بس هنلغي الخياطة ده، لو مش موجود هنضطر نحط نبيتي. فان شاء الله بقى ايه اللي موجود هنعمله. السجادة دي من النساجون الشرقيون، جميلة جدا، خامتها حلوة يعني حلوة اوي ما شاء الله عليها، بس تقيلة جدا. السجاد الحلو انا عايزة اوريكم بس الاسم مش موجود من هنا، هي جايه سمبوكسات كده. ده كده شكلها بقى لما بلم السرير بيبقى فيه وسع كبير طبعا، والشكل بتاعها بيبقى احلى. انا هنا كنت مدخله الفرو ده علشان خاطر حاطه على الترابيزه المفرش الفرو، وكمان عامله 2 كوشن صغيرين كده بتبقى بالشكل ده كده، فبيبقوا منطقين بعض يعني. هنا بقى عندي المكتبه اهي فوق، حط عليها كده ديكورات بسيطه خالص. كده الشكل بتاعها من الجنب التاني. كنت عايزه اوريكم العجل بتاع الترابيزه ده، عجل عملي جدا وكويس قوي. انا مش فاكره صراحه الاسم بتاعه لان بقاله فتره، بس العجل ده انصح بيه اي حد، حلو قوي ومش بيبوظ يعني، شغال معايا والحركه بتاعته حلوه قوي. اوريكم بقى التفاصيل بتاعتها من قريب كده. هنا كده التضليعه دي كده، انا هنا حاطه الترابيزه دي عليها مصاحف والحاجات اللي بنستخدمها. هنا كده ده الظهر اهو، يبقى فيه فتله كده هو بيشدها لورا، اللي هي الستانلس دي او اللي هي بتبقى الذهبي، اللي هي بيبقى شرايط ستانلس او ذهبي، دي مش عمليه خالص ومنصحش اي حد بيها، غير اللي هي النوع الغالي النظيف قوي، لان في نوع كده رديء جدا ده بيتقطع بسرعه وبيبقى بيبوظ معاكي، فلو اتفك شكله هيبقى غبي خالص خالص خالص. هنا برضو الحته دي مضايقاني جدا، هي دي برضو بسبب ان الاسفنجه فكت. ان شاء الله بقى هو هيجي ياخدها ويظبطها لي، وباذن الله بعد ما هعدلها بقى تاني وهرجعها تاني باذن الله هبقى اعمل لكم بقى فيديو تاني عنها باذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم، عشان لو حد هيعمل حاجه زي كده يبقى واخد باله ويبقى عارف بقى. انا قبل كده اتكلمت عن الاسفنج ده اسفنج مضغوط، وكنت متكلمه عنه على في الركنه القديمه، والقماشه جلد مقلوب، بس جلد مقلوب قطيفه، فانا بفضل الجلد المقلوب اللي مش قطيفه عشان خاطر برتاح فيه اكتر يعني، بيبقى بتحسيه ان هو بيلطش شويه بالذات في النبيتي. يعني انا ممكن اعمل النبيتي فوق بس خايفه منه. تمام. ده كده شكلها اهو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.